السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواقعة اللي هنتكلم عنها النهاردة حصلت في الشرقية بين دعاء اللي عندها 20 سنة ومحمد جوزها اللي عنده 24 سنة سواق توك توك. هو حبها وتقدم لها والاتنين اتخطبوا وبعد كده الاتنين اتجوزوا، وهو كان عنده شقة إيجار في بيت كده يعني 3-4 أدوار. المهم عاشوا هما الاتنين في البيت ده في الدور الأرضي. كان صاحب البيت عايش في نفس البيت. صاحب البيت ده عنده 54 سنة اسمه السيد. هي كانت بتشوف السيد ده ما كانتش بترتاح له، نظراته ليها الست طبعا بتفهم النظرات، الراجل لما بيكون نظراته مش كويسة فهي ما كانتش مرتاحة ليه، رغم ان جوزها كان بيقول لها راجل كويس وراجل محترم، تقول له لا ماليش دعوة بيه. مراته لو طلبت اي حاجة عشان ست كبيرة انا عينيا ليها، لكن هو لا. وحصل حقيقي هو كان بياخد بعضه يروح الشغل، والتاني ده اللي اسمه السيد ده كان بيخبط عليها، فكانت تقول مين؟ يقول لها انا، فما كانتش تقدر تفتح له تقول له جوزي مش موجود. يكرر الموضوع نفس الكلام. ليه؟ هي كانت المفروض تقول له جوزها، ولكن ما كانتش بتقول له عشان خاطر ما تعملش مشاكل. المهم اللي حصل في يوم من الايام خبط عليها، مين ما ردش. يخبط تاني، وكل 3-4 كل يعني ربع ساعة 3/4 ساعة كده يخبط. قالت يمكن عيل بيخبط وبيجري. فتحت الباب لقيته هو مرة واحدة راح زقيها وداخل الشقة وبيزقها جوه الشقة، عايز يدخلها أوضة النوم. هي هنا لقت خشبة موجودة في الشقة زي ما يكون عصاية مقشة أو حاجة، وراحت ضرباه على راسه. هما ضربتين ولكن ما عملوش معاه حاجة. دخلت المطبخ جابت سكينة وهجمت عليه واديته 3 طعنات وطعنة في جنبه. وقع طب ساكت مات وساح في دمه. اتصلت بجوزها الحقني بسرعة يا محمد، في ايه؟ قالت له تعالى بس بسرعة. خد بعضه وراح البيت، دخل الشقة لقى ده ميت وسايح في دمه. ايه اللي حصل؟ حكت له على اللي حصل وقالت له انا قلت لك من الاول انا ما برتاحش للراجل ده، دخل عشان خاطر يعتدي عليا وعشان خاطر يعمل معايا كذا كذا وبيزقني على اوضه النوم، رحت انا ضرباه. المهم هنا عمل ايه الزوج؟ بدل ما يبلغ الاجهزه الامنيه مثلا من اولها كده على طول وده دخل على مراتي وبتدافع عن نفسها، لكن هو اتصرف طبعا تصرف غلط خالص. عمل ايه؟ استنى الليل لما دخل وخده ولفه وحطه في التوك توك وراح عند ترعه كده اسمها ترعه ابو عريضه في سن الحجر في الشرقيه ورماه في الترعه. تاني يوم الناس لقوا الجثه، بلغوا الأجهزة الأمنية وجه رئيس المباحث والطب الشرعي. وطبعا هنا رئيس المباحث لما جه يفتشه لقى معاه الموبايل بتاعه ولقى كمان معاه البطاقة بتاعته. هنا على طول الناس قالوا ده فلان الفلاني، ده السيد ده ساكن في المكان الفلاني. وراحوا المكان دوت بيسألوا مراته، قالت لهم ما اعرفش، ده خرج من امبارح وما اعرفش راح فين. هنا طبعا بدأوا ان هم يسألوا في الجيران، يسألوا في التحريات، لغاية ما الجار اللي هو الجار اللي فوقيهم قال انا سمعت صوته امبارح الساعة 9 الصبح كده، كان في صوت هو وجارتنا اللي تحت، وما خدتش ولا اديت في بالي يعني. معرفش ان هي كده يعني توصل لجريمة قتل. طبعا هنا بدأ التحقيق مع الزوجة اللي هي دعاء ومع جوزها محمد. بدأوا التحقيقات معاهم. في الأول أنكرت، لكن بعد كده قالت كل حاجة وجوزها اعترف بالحقيقة وإن هو دخل على مراته وإن هي كانت بتدافع عن نفسها. هنا طبعا هي قالت جوزي ملوش دعوة بالموضوع خالص، وده حصل وجوزي ما كانش موجود وأنا اتصلت بيه، ولكن هو عمل كده علشان خاطر يعني قلنا محدش هيدرى باللي حصل. تم القبض عليهم هما الاتنين واتحبسوا 4 أيام على ذمة التحقيق. وكل دوت ليه؟ يعني انت راجل كبير وراجل مزارع وراجل فلاح، والناس كلها في المنطقة بتقول ان انت راجل محترم، والناس بتشهد كلها في البيت ان انت راجل كويس ومحترم. ولكن شوف اللي حصل ايه. استغل وجودها في الشقة لوحدها ودخل عليها الشقة عشان خاطر والعياذ بالله يمارس معاها الرذيلة. يعني هو كده والعياذ بالله مات على سوء الخاتمة. ادي اخرة الحرام. هنقول ايه بس؟ غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.